السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهاردة بقى طبعا هعمل معايا ايه اللي هي البسلة اللي هي الخضرة ديت. طبعا انا مطلعاه من الفريزر ومقطعة بصل جزر مكعبات، ومعايا برضو بصل مقطعاه كده ايه ناعم، ومعايا طبعا بقى الشبت والكزبره والبقدونس دوت. هعمل بقى ايه البمبار دوت. طبعا جايباه كده من عند الجزار مغسول، يا دوبك انا غسلته بس هو جاي من عند الجزار متنضف طبعا. ومعايا ايه بصل وطماطم وجزر. ومعايا طبعا هطبخ ايه برضه، هطبخ معايا الدكر البط دوت ما شاء الله. طبعا معايا حلة اللي هي الحلة بتاعتي ديت، حطيت فيها برضو نقطة زيت وهنزل عليها بالبسلة. بس عايزة اقولك على حاجة برضو، لازم الزيت بتاعك يكون مقدوح. انت لو حطيتي الزيت بتاعك طري، هيبقى طعم الزيت طري في قلب البسلة، لازم يكون مقدوح حلو. طبعا وهنزل عليه بالجزر اللي انا مقطعاه برضو مكعبات، والبصل اللي انا بشراه ناعم. وكده هتتلوح مع نفسها على النار هادية. طبعا لازم كله يتحط على بعضه كده. وهحط برضو معايا فصين توم يتلوحوا بها زي ما انت شايفة كده اهو. بعد كده بقى طبعا ههد عليها النار وهسيبها تتلوح براحتها. ما تستعجليش على حاجة، انت طول ما انت بتطبخي ومهدية على الاكل هتلاقي ريحة الاكل حلوة والطعم يكون حلو. ما تستعجليش على الاكل. طبعا انا معايا اللي هي الحله زي دي كده بتاعت اللي هي الدكر البط، مقطعه فيها بصل وطماطم وجزر مكعبات كده. طبعا لما الميه تغلي هجيب الدكر بتاعي، طبعا انا غسلاه ومنضفاه بالليمون، وهنزل عليه وهنزل في الميه. طبعا هحط بقى معايا البصل بقى طبعا زي ما انت شايفه كده. طبعا وبقى الزيت دوت للتسبيكه بتاعتي، اللي هي تسبيكتي بقى البصل وتسبيكة البمبار. طبعا بقى هحمر البصل هحمرها سفاري كده. طبعا احمر البصل وهنزل عليه بالطماطم زي ما انت شايفه كده. طبعا زي ما انا قلت لكم في فيديوهات قبل كده، انا بجيب الطماطم واسبكها واحط حب مثلا مسبكين في اكياس في الفريزر، والباقي بقى بجيب حله كده زي ما انت شايفه كده وبحطها في التلاجة. بحيث انا متاخره مستعجله بجيب على طول التسبيكه واسبكها يا دوبك بالبصل، وبعد كده اطبخ الخضار بتاعي. ومن ناحيه تخلصي بسرعه لو انت مستعجله يعني. طبعا ودايما احنا داخل علينا رمضان، ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين. انا بالذات الصلصه بتاعتي ديت ما ممنعاش من التلاجة طول شهر رمضان. طبعا بقى الدكر غلى اهوت، وبقشط من عليه الريم اهو. مش هخلي فيه حاجة. وتحسي برضو الشوربة بتاعت البط بتاعك رايقة وحلوة، مفيش فيها اي حاجة. ما شاء الله بألف هنا وشفا على اللي ياكل. طبعا برضو معايا ملح ناعم، ومعايا مستكة وحبهان وفلفل اسمر، ومعايا اللي هي البهارات بتاعت اللحمة بتاعتي. ما شاء الله. طبعا هو غلى معايا اهوت، ههدي عليه برضو النار واسيبه يستوى براحته. انا مش مستعجلة على حاجة. طبعا عايزة تطبخي يعني تولعي مثلا بدري وتهدي عليه النار عشان يعرف يستوى كويس. طبعا انا مكعب المرقة لازم ان انا احطه في اي نوع اللي هو نوع الخضار او نوع الفراخ او البط. طبعا انا معايا البسلة السبكة اللي اتلوحت بالجزرات والبصل، اتلوحت كويس. هنزل عليها بالصلصة زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله. اه بألف هنا وشفا يا رب على اللي ياكل. عايزه اقول لكم اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصل له كل جديد. ومعايا برضو اللي هو الرز دي بتاع اللي هو المحشي البمبار. طبعا انا غاسله الرز دوت ومنضفاه ومصفياه في المصفى من الميه بتاعته. وهنزل هنزل بالشبت والكزبره والبقدونس على الرز وهقلبهم في بعض. ما شاء الله. طبعا وهجيب اللي هي الصلصه بتاعتي
وهنزل عليه ايه على الشبت والكزبرة وعلى الرز. وطبعا بقى هحط اللي هي البهارات بتاعتي، وامسكهم بقى ايه اقلبهم في بعض. ما شاء الله. ومعايا برضو طبعا انا كنت عاملة بصل مقطعاه برضو ناعم ودعكاه بالبهارات بتاعتي، جميع البهارات المحشي تدعكاها في البصل بنقطة زيت. في ناس بقى بتحط سمنة، عايزة تحط سمنة حطي، في ناس برضو بتقولك بتحط قشطة، كلام من دوت. ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا رب على اللي ياكل. اه، وتمسكهم تقلبهم كله ببعض. ما شاء الله. طبعا بقى أنا كنت حاشة الممبار في فيديو معاكم قبل كده، طريقة عمل المحشي البمبار. طبعا انا حشيته اهوت، وعايزه اقولك ان انا مش بكبس البمبار قوي، لازم تخليه ايه مهوي من ناحيه ايه، ما يكونش ايه لو انت كبستيه هيطلع معاكي حصى. طبعا بقى انا معايا الحله اللي هي ديت، معايا برضو فيها بصل وطماطم ورق لورا ومستكه وحبهان والفلفل الاسمر. وما غلت الميه لازم تغلي، لما غلت امسك الطرف ده والطرف دوت وانزل عليهم ايه بالميه المغليه. عايزه اقولك لازم الميه تكون مغليه. قولي ليه يا سمر الميه يكون مغليه؟ هقولك عشان اول ما تحطي البمبار تلاقيه اتمسك معاكي، لكن لو اما حطيتيه قبل ما الميه اللي هي تغلي طبعا هتلاقي الرز ايه سقط منك ومش هيبقى كويس، وتلاقيه فك منك. ما شاء الله. اه، طبعا طبعا كله اهوت. ما شاء الله المية غلت، وزي ما انت شايفة بالشكل ده كده اهو. والايه عشان انا مقطعه الطماطم تحس ان الشوربه كلها احمر. ما شاء الله. وعايزه اقول لك دوت انا عامله البمبار ده اللي هو البمبار اللي اسمه بوبس. طبعا هوريكم برضو الشكل النهائي بتاعه، وهوريكي وهو غلى في الحله، وهوريكي ايه وانا محمراه ازاي. ما شاء الله. طبعا اهوت اديني اهو شايفين، عشان البمبار المية بتاعته كانت مغلية. شايفة قديه متماسك الواحدة بوحدتها، ولا رز طلع منه ولا حاجة، كله تحس ايه كله اتقفل. ما شاء الله. شوفين ده البمبار بقى ايه البوبس. ده طبعا بقى بيبقى ايه كور صغيرة كده. طبعا انا كان ليا مزاج ان انا اعمل كله يبقى كور صغيره، بس حماتي قالت لي لا يا سمر ما تعمليش الصغير دوت، خلي ايه الواحده بوحدتها. بس انا كان ليا مزاج ان انا اعمل البوبسي دوت يبقى الشكل حلو، ومن ناحيه للعيال يبقى ايه يبقى كور صغيره كده على قد ايه على قد بق العيال وكده. ما شاء الله. وطبعا بقى ايه انا معايا 4 معالق صلصة. 4 معالق صلصة دومت عاملاهم ليا سمر. طبعا المعالق الصلصة ديت عاملاها عشان ايه لما اجي احمر البط احمره في الصينية، ولازم ادعكه بالفرشة كده من فوق وتحت. ومعايا طبعا بقى ايه عصرة ليمونة زي ما انت شايفة كده. طبعا البذر وقع مني غصب عني واديني بقلبه اهوت بالمعلقة. طبعا انا معايا الصلصه اهوت وعصرت عليها ليمونه كامله. عايزه تعملي بقى نص ليمونه عادي مش مشكله، ليمونه كامله عادي. طبعا بقى وهحط برضو ايه نص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه كمون، ونص معلقه ملح ناعم. عايزه بقى ايه حسب رغبتك بقى انتي. في ناس بقى بتحمره مثلا بتقطعه كده وبتحمره ايه على طول في المقلايه وكده، إيه الورك لوحده والصدر لوحده. بس انا عامه بحب البط بالذات بحب احمره في الصينيه، بيدي شكل حلو. وطبعا بقى ايه مع احط كمان ايه بقى سمر، احط معلقه عسل اسمر، واحط برضو معلقه زيت، وهقلب بقى ايه كله ببعضه. ما شاء الله. اديني اهوت قلبت كله ببعضه. وهجيب الصينيه بتاعتي، الصينيه ديت مخصصه بالذات لتحمير البط او الفراخ. طبعا بقى ومعايا الفرشه دي حطيت معلقه زيت وجبت الفرشه بتاعتي ودهنت بقى ايه الصينيه زيت عشان اما احط الدكر ما يلزقش مني ايه في الصينيه وكده. طبعا بقى ايه وهنزل عليه بالصلصه ايه هدعكه بالفرشه.
الوراك بتاعته والصدر وكده، بحيث اما يجي يتحمر كده في الفرن يبقى كله متحمر فوق وتحت والجنوب وكل حاجة. ما شاء الله. زي ما انت شايفة ايه بالشكل دوت كده. تعالوا اتفضلوا معانا، بألف هنا وشفا على ياكل. اه، عايزه اقولك البط دوت تربية ايدي، اللي انا طبعا كنت عاملاه رمضان. ما شاء الله. وبعدين دعكته اهوت كله اهوت ودخلته ايه في الفرن. وطبعا بقى دي الشكل النهائي بتاعي. طبعا كنت عامله رز ابيض، وشايفه دول بمبار البوبس اللي انا كنت قايله لك عليه. اه، شايفاه متقطع كور كده. طبعا دي البسله، وطبعا المخلل ده اساسي، والليمون اساسي مع الشوربه. او دي المجات الشوربه بتاعتي. وادي البمبار بتاعي متحمر كله لون واحد. اه، ولا في رز طالع منه ولا حاجه، كله ما شاء الله لون واحد. ما شاء الله. بألف هنا وشفا على اللي هياكل. وادي بقى دي الطجر البط بتاعي الجميل. الشوربة اساسي اساسي شوربة. والليمون بتاعي والمخلل. عايزه اقول لكم